مش هتصدقوا النتيجة لما السبانخ تتحط مع البشاميل طعمها هيطلع عامل ازاي. طبق بسيط ومغذي وطعمه حكاية، كمان أكلة اقتصادية وسريعة تنفع للغدا أو العشاء، كمان تنفع للأطفال اللي ما بيحبوش طعم السبانخ بس احنا حابين نديهم فوائدها. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أنا هنا مستخدمة 250 جرام من السبانخ. لو انتي حابة تزودي الكمية أو عدد أفراد أسرتك أكتر زودي الكمية زي ما انتي حابة. طبعا الوصفة دي هتبقى أفضل بالسبانخ الفريش. هنجيب السبانخ ونغسلها كويس وننشفها من المية ونبدأ نقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده في طاسة على النار هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة وشوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش معايا. أول ما الزبدة تسيح هنزل بمعلقة كبيرة من الدقيق وأحمصها كده مع الزبدة والزيت لحد ما تختفي وتبقى بالشكل ده. هنزل بكوباية من الحليب، يفضل يكون ساقع علشان الدقيق ما يكتلش معايا. هقلب كده كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما والصوص بتاعي يبدأ يتقل بالشكل ده. نزلت كمان ب200 جرام من الكريمة وقلبتهم مع بعض لحد ما الكريمة اختلطت مع صوص البشاميل اللي احنا عاملينه. هنزل بعد كده بالتوابل، نزلت بربع معلقة من الملح والفلفل الأسود والثوم البودر. هقلبهم كده لحد ما يدوبوا تماما في الصوص. اختياري بقى هننزل في الصوص بشوية جبن كده تديهم طعم. أنا نزلت برشة كده من الجبنة الرومي ونزلت كمان بشوية من الجبنة الموتزاريلا. هدوبهم كويس جدا في الصوص لحد ما يدوبوا تماما. بعد كده هبدأ أنزل بالسبانخ شوية بشوية. أول ما ننزلها في الصوص هنحس إن حجمها كبير على الصوص، لكن بعد كده هتبدأ إن هي حجمها يقل وتتشرب الصوص وتبقى غرقانة فيه كده. هجيب بقى الصينية اللي هدخلها الفرن وهنزل بالسبانخ وبعد كده أرش بقى على وشها طبقة من الموتزاريلا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونخلي بالنا ما نطولش عليها في الفرن لأن هي ممكن تتحرق معانا بسهولة. بس يا دوبك 10 دقايق أو ربع ساعة في الفرن وبعد كده أشغل عليها الشواية الموتزاريلا تاخد وش من فوق وبس كده هتبقى جاهزة معايا بالشكل ده. طبق بجد في منتهى السهولة، هتخلصيه في 10 دقايق، مش هتاخدي وقت خالص في المطبخ. وكمان طبق مختلف، طعمه حلو مفيد صحي، يعتبر كده طبق متكامل. جربوا الطريقة دي للسبانخ ومتأكدة انها هتعجبكم. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.